مش كل رائد أعمال بيعرف يسيب بصمته، لأن النجاح مش مجرد فكرة أو حاجات شكلها حلو وترندي. النجاح جرأة، رؤية، وشخصية. بيبدأ صغير بس فكرته دايما سابقة. بيخلق الفرص مش بيدور عليها. في بوست باي بوسطة بنجمع لك قصص نجاح أكبر رواد الإي كوميرس، شركاء النجاح اللي صنعوا فرق وكبروا مع بوسطة على مدار السنين. جاهز تكتشف أسرار النجاح؟ بيكول مي او قالوا لي ان انا الجيم تشينجر علشان قدرنا نقنع في وقت قليل قوي اطباء الجلديه والتجميل في مصر يكتبوا روشتات فيها منتج مصري موثوق فيه. احنا كمان عملنا المعادله الصعبه، الفورمولا اللي بتضاهي او بتقدر تنافس المنتجات الاجنبيه بافوردبل برايس. أنا دكتورة شيماء فهمي، أنا اتخرجت من كلية صيدلة جامعة مصر الدولية MIU دفعة 2004. اشتغلت في البداية في شركات أدوية بحتة يعني، بس كان عندي حظ لطيف كده في الأول. اشتغلت على واحد من أهم منتجات التخسيس في مصر، ومن هنا بدأت أتعامل مع السيدات المصرية بشكل مباشر، شوف إيه مشاكلهم وإيه اللي وصلهم للمرحلة اللي قدروا ما يسيطروش فيها على الوزن في وقت من الأوقات. and then جات لي opportunity إن أنا أشتغل في واحدة من الشركات المصرية المعروفة دلوقتي في السوق. الشركة دي لما اشتغلت فيها اكتشفت إن أنا عندي باشن رهيب ناحية منتجات الشعر والبشرة والست المصرية بصفة عامة. ايه اللي بيعجبها وايه اللي بيبسطها؟ بتحب تغير، بتحب تاخد بالها من نفسها، بشرتها مش سهلة وشعرها مش سهل، محتاجة طول الوقت حد يبقى واقف جنبها في الموضوع ده. فخرجت من الشركة دي، وساعتها كان جات لي فكرة شركة ليب كوزموسيوتيكلز. أنا المين فاوندر، شاهيناز فهمي أختي كو فاوندر، شاهندة فهمي أختي كو فاوندر الثانية. اتس كايند اوف فاميلي بزنس. احنا بنحاول طبعا نبذل أقصى مجهود عندنا إن هو ما يبقاش فاميلي بزنس اني مور، علشان بنعتبر إنه الموظفين في الشركة هنا هم أصحاب البزنس مش احنا. المنتجات الخاصة بتجميل الست المصرية طول عمرها في دماغنا هي منتجات فرنساوي، إيطالي، أمريكي، موجودة على الرف في الصيدلية. نادرا لما كان في منتج مصري الست تقدر تثق فيه. كنا علشان نقنع الست بمنتج مصري ده كان حاجة صعبة جدا، سبيشالي انه ما كانش مصنف بشكل واضح انه دواء. ولكن اللي مش فاهمينه ان الكوزموسيوتيكلز هو ميكس بين الحاجات التجميلية والحاجات الطبية او المستحضرات الصيدلانية، علشان نقدر ننزل بمنتج طبي تجميلي. they call me او قالوا لي ان انا الجيم تشينجر علشان قدرنا نقنع في وقت قليل قوي اطباء الجلديه والتجميل في مصر ان هم يشتغلوا ويكتبوا روشتات فيها منتج مصري موثوق فيه. ومش بس كده، احنا كمان عملنا المعادله الصعبه اللي هي الفورمولا اللي بتضاهي او بتقدر تنافس المنتجات الاجنبيه بافوردبل برايس. الجزء ده تحديدا مع الست اخذ مننا مجهود رهيب علشان اقدر اقنعها ان هي تتنازل عن الروتين اللي هي متعوده عليه بقالها سنين وتاخد قرار انها تشتري منتج مصري. ده ما كانش بالسهوله دي ابدا، فكان لازم اجيب لها كل الادله من اول تسجيلات وزاره الصحه لحد الفورمولاز. والست المصريه كمان الوعي بتاعها زاد جدا، يعني النهارده هم بقوا اوير قوي اذا كان المنتج ده مرخص بجد في وزاره الصحه ولا حاجه من الحاجات اللي بتتعمل، اذا كان المنتجات دي فيها مواد فعاله مضره، حاجات فيها كارسينوجينيك ولا لا. بقوا مذاكرين. الاندستري دي في العالم بتتوحش مش بتتوسع، هي واحده من اغنى واغلى الاندستريز في العالم، لانه انت بتتعاملي مع الستات، دي حاجة مش سهلة أبدا. فإحنا علشان نقدر نخليها تاخد القرار وتشتري منتج مصري، أقدر أقول إن إحنا غيرنا اللعبة. فكرة الإي كوميرس في حد ذاتها في الشركة هنا، ده كان البيزنس موديل اللي من البداية الشركة مبنية عليه. كلمة إي كوميرس يعني الست المفروض إن هي تدخل تثق في المنتج وتشتريه لمجرد انها بتاخد القرار بتاع الشراء من الاونلاين. احنا كان ممكن ننزل ببرودكت بينزل زي اي برودكت بينزل له اعلانات في التلفزيون او بشكل معين، بس احنا ما خدناش البيزنس موديل ده. فالاي كوميرس النهارده هو مجرد انه يسهل على الست المصريه قرار الشراء. اوقات بنكسل ننزل الصيدليه، محتاجه تسال الصيدلي في الصيدليه نفسها تاخد ايه تستخدم ايه. احنا في الغالب بنرد على الاسئله البسيطه دي من خلال السوشيال ميديا بتاعتنا. ده غير ان احنا عشان عندنا مجموعه من الامباسادورز اقوياء من دكاتره الجلديه والتجميل، هم كمان بيردوا بالاسئله دي. يعني اي حد هيجي في باله سؤال، طب انا شعري وقع لما استخدمت المنتج الفلاني، هل ده هيعمل لي زيه؟ فتبدا الدكتوره تقول لها لا، المنتجات بتاعتنا ما فيهاش كذا، او فيها الماده الفعاله دي تجنبيها، او طريقه استخدام صح. فاحنا طول الوقت على السوشيال ميديا بنحاول نرد على معظم الاسئله اللي بتيجي في بالهم عن طريق اطباء جلديه وتجميل او صيادله. زي المئات من الشركات المصريه اللي اكتشفت 2020 في وقت كورونا ان الحته بتاعه الاونلاين معظمنا كان عنده شورتج رهيب فيها. الفوكس ما كانش طبيعي. احنا ما تخيلناش ان
ان ده فاليد، ما تخيلناش ان ده ممكن يحصل. كنت في الوقت ده بنلونش برودكتس جديده ايفن في الشركه اللي انا كنت فيها قبل كده، واتصدمت من ان احنا ما عندناش اي كوميرس بلاتفورم بشكل واضح نقدر حالا نشتغل منه، لانه لو كان موجود عند معظم الشركات في مصر ما كانتش مصر تعرضت لازمه اقتصاديه ابدا بعد الكورونا. كانت بعض الشركات هتضطر تعمل داون سايزنج وتمشي موظفين وتمشي عمال، بالعكس ده في شركات قامت وقت الكورونا وعدد الموظفين اللي فيها اتضاعف بسبب بس فكره الاونلاين. فلما قررت ان انا افتح الشركه انا قررت ان المين موديل بتاعها يبقى قايم على فكره الاي كوميرس بلاتفورم. صدقيني الاول كان اي كوميرس بلاتفورم اند ذن هشوف هبيع فيه ايه، لان ده البيزنس موديل في البدايه. انا عايزه اشتغل بعدد موظفين معين بطريقه سمارت، بمتابعه مخازن بشكل معين، بمتابعه اللوجيستكس وحركه السير وحركه خروج البضاعه من المخزن لحد ما توصل للعميل بشكل معين، بشكل ليه كواليتي، بشكل لطيف، وست تبقى مبسوطه وهي بتستلم البرودكت بتاعها، اكتر ما كنت هبقى عايزه ابيع حاجه معينه. لما اشتغلنا تويست اند جو في الاول واشتغلنا بالاي كوميرس بلاتفورم ما كانش لسه الاي كوميرس بلاتفورم قام بشكل واضح، كنا بنبيع من خلال صفحات السوشيال ميديا بشكل عادي، وده برضو اونلاين. ولكن انا اكتشفت ان الويب سايت ده حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا، وتطوير الويب سايت واخد من وقتنا هنا جدا. الماركتيرز هنا عندنا كلهم في الشركه عندهم ميديكال باك جراوند، يا صيادله خارجين علوم، لكن تطوير المنتج نفسه احنا بنشتغل عليه ده اساسي، ولكن تطوير الويب سايت نفسه والاي كوميرس بلاتفورمز بتاعتنا عامه بقت واخده مننا حيز في التفكير اكتر من الطبيعي. يعني احنا عندنا ان هاوس فريق دوره فقط ازاي يطور الويب سايت، ازاي يخلي الكلاينت او العميل لما يدخل على الويب سايت بتاعنا بدل ما هيشتري برودكت واحد ازاي يقدر يشتري 4 و5 و10، ازاي اعلي له الباسكت سايز. احنا هنا بنقدر نعتبر نفسنا مسميين نفسنا يعني ورشه ماركتنج. انا سي او بس انا هنا المين تايتل بتاعي الماركتنج دايركتور. اتس ماي باشن بتاعي ان احنا ازاي هنوصل للست المصريه ونقنعها بالبرودكت بتاعنا. انا مش عايزه اقنعها وخلاص، انا عايزه اقنعها على بيزس، على حقائق، في فاكتس ورا الاقناع ده، لان هي خلاص ما بقاش بتضحك عليها. اي حد النهارده متخيل ان هو هيوصل مسج مش حقيقيه للست المصريه هو فيري سون في ثانيه هيقع مش هيكمل. فاحنا هنا طول الوقت بنوصل لها الحقائق بس بطريقتنا. العالم كله دلوقتي بقى سريع قوي، الناس بقت بتقضي وقت طويل جدا على السوشيال ميديا، ولكن على البوست الواحد او على الفيديو الواحد ما بتقدرش تستحمل اكتر من دقيقه، واوقات 30 ثانيه و20 ثانيه، وترندز وخلق ترندز، وازاي نفولو الترندز اللي ينفع نفولو، وازاي نلحق الترند. ودي بقت بالنسبه لنا هنا مرعبه. فريق الماركتنج هنا مجموعه ما بتنامش، يعني if I can mention the names، احنا عندنا انجي وسالي ورنا ومنى ونور في الفريق بتاع الماركتنج، وآلاء وسيف المجموعه اللي شغاله، وسامح. المجموعه دي شغاله كانهم صنايعيه ماركتنج. ندى الكونتنت كرييتور، ديزاينرز عندنا مصطفى وليلى، عندنا مجموعه كبيره جدا من الديزاينر، وان هاوس تيم دوره فقط انه يلحق الترندز ويخلق ترندز. خلاص احنا عارفين الترند ما بيقعدش اكتر من 48 ساعه واوقات 24 ساعه، تاني يوم بيتنسي. العالم بره سابقنا في الترندز، العالم بره سابقنا في تولز تخلي الوصول للكونسيومر اسهل والطف. احنا هنا في ليب بنحاول نماتش اللي بيحصل في العالم بره. بصراحه الاكسبكتيشنز دايما بتبقى مختلفه شويه عن الواقع، بس انا من الناس اللي من زمان لما باكسبكت حاجه او زي ما بتقال كده بحطها في راسي، طبعا بعد فضل ربنا بشتغل عليها عشان تحصل. سبيشالي ان دي مش اول تجربه ليا، انا كنت اوريدي بشتغل قبل كده بزنس جروب دايركتور في احد الشركات اللي شغاله في نفس المجال، فلما كنا بنحط ارقام كنا بنجيبها. كان عندي نفس التشالنج ان انا يبقى معايا تيم ورك قوي يقدر يحقق اللي احنا عايزينه هنا كبورد فيجن. يعني البورد فيجن لازم توصل للموظفين بشكل معين، واحنا هنا مش موظفين، هم هنا فاميلي، يعني هو مكملين العيله وكلهم عندهم نفس الرؤيه. يعني اقدر اقول لك ان احنا لما بدانا في اول سنه بعنا برقم احنا كنا مبسوطين بيه جدا، بس مبسوطين لحد فين؟ في فرق بين انك بتبقي مبسوطه او حاسه ان انت عايزه اكتر، وعايزه اكتر ده ما بيبقاش طمع، او خلينا نسميه طمع هيلثي. بس السنه اللي بعدها قدرنا نعمل جروث بحوالي 300%، والسنه اللي بعدها الثالثه ان كومباريزن للسنه الثانيه احنا عملنا جروث 500%. وده معناه ان احنا تقريبا قدرنا نحقق الاكسبكتيشنز اللي انا كنت بحلم بيها، بس طبعا برضو لسه كتير لان الماركت المصري بيستوعب اكتر بكتير. انا عايزه اقول لك على حاجه، انا من وجهه نظري في وسط اللي بيحصل في الميدل ايست كله مفيش اقوى من السوق المصري، من اكتر الشعوب اللي بتحب تشتري وتتبسط وتستهلك بشكل لطيف. يعني هم بيحبوا يشتروا. بعدين النهارده الستات نتيجه الظروف اللي حصلت الفتره اللي فاتت من اول 2016 مره واتنين يبقى في تغيير في سعر الدولار، فبالتالي ده بيأثر علينا في سعر المواد الخام، فبالتالي بيخلينا نغلي الاسعار بشكل معين. احنا حتى في السوق ما كناش مستقرين على اسعار واضحه، لانه اوقات الكلاينت ما بيبقاش فاهم او البيشنت ما بيبقاش فاهم احنا ليه بنسعر بالشكل ده، ليه السعر كان كذا وغليتوه. احنا مهما زودنا اسعار برضو ما نقارنش باسعار المستورد حاليا. فبدات الستات المصريه لما
تستخدم المنتج المصري بداوا يثقوا فيه بشكل كويس قوي. الثقه دي ما جاتش من فراغ، لدرجه النهارده انا اعتقد وانا كست مصريه وبشتري برودكتس مصريه برضو ان احنا دلوقتي بقينا نقارن المنتج المصري بالمنتج المصري. زمان لحد من 6 سنين فاتوا كنا بنقارن المنتج المصري بالمنتج الفرنساوي او المنتج المصري بالمنتج الاجنبي بشكل عام. احنا النهارده بنقارن المنتج المصري بالمنتج المصري، اشتري ده من الشركه دي ولا اشتري من ده من الشركه دي. ان عامه في طفره في كل الشركات المصريه، مش احنا بس احنا هنا فليب مهتمين قوي بجودة المنتج. يعني احنا ممكن نقعد فترة طويلة علشان نطلع فكرة وجودة. احنا بقينا في سوق الموضوع ما بقاش مجرد برودكت ليه جودة كويسة وسعر كويس، كمان الافكار النهاردة بقى ليها دور، الابليكيشن بقى ليه دور. يعني هحط المنتج ده بايدي ولا المنتج ده جاي بلت ان فيه فرشة بتحط البرودكت. بوستا انا عاجبني قوي فكره البروجرام اللي هو بوست باي بوستا، لانه اتس بوستنج فعلا. بوستا اللي بتقدمه لنا سواء كاستمر سيرفيس من عندهم او المجموعه الفريق اللي بيوازي الفريق اللي جوه الشركه، هو النهارده كانهم جوه الشركه معانا، هم مش موظفين من بره الشركه، هم فعليا كانهم جوه الشركه معانا، حاسين بينا وحاسين بمشاكلنا. انا لو احتجت اي حاجه بنلجا لهم النو تايم بيحلوا المشاكل. الداشبورد بتاعت بوستا بقى بالذات من الحاجات تقريبا انا ما ينفعش يعدي اسبوع من غير ما اعملها كايند اوف اناليسيس. ابسط حاجه فيها توزيع المنتجات في محافظات معينه، فتيجي بوستا تقول لي انت في الدلتا بعتي السنه دي او في الشهر اللي احنا فيه او الاسبوع اللي احنا فيه ده اكتر من القاهره، او الصعيد باع اكتر من الدلتا. فببدا انالايز السيتويشن ده، انا بقدر اخد عليه قرارات كتير. هل محتاجين نزود اعلانات في منطقه معينه؟ هل محتاجين نوصل للكونسيومر بشكل اكتر في مناطق تانية؟ نسب التسليم، ليه نسب التسليم النهارده اقل من امبارح؟ هل علشان اصلا الاي كوميرس بلاتفورم عندنا او ما كانوش شغالين بشكل كويس؟ النهارده عندنا 3 ويب سايتس، الاناليسيس بتاعتهم اكتر اناليسيس دقيقه بقدر اخدها من الداشبورد بتاعت بوستا. فريق العمل بتاع بوستا لما بيبقى عندنا رش في الشغل سيزن زي بلاك فرايداي زي فالنتاين، زي وقت احنا عاملين فيه اوفرز بشكل معين، عدد الاوردرز ممكن فجاه يحصل فيه ليب قفزه معينه. الشركه الوحيده اللي بعتمد عليها في القصه دي هي بوستا، they're ready all the time، ودي حاجه طول الوقت بتطمنا ان احنا من اهم الحاجات اللي موجوده في اي شركه او من اهم الحاجات اللي كل الشركات بتعتمد عليها هي الكاش فلو او الكاش سايكل. فبوستا كمان بتسبورت قوي فكره النهارده انه المبلغ اللي اتحصل النهارده هنقدر ناخده بكره، which is حاجه ما بتحصلش في شركات تانية كتير بالقوه دي وبالكونسيستنسي دي. في شركات تقول لك ايوه احنا عندنا السيرفيس دي، بس لما تيجي تتعاملي معاها فعليا على الارض ممكن يوم واتنين تقول لك معلش مش النهارده، معلش اصل حصل مشكله في البنك، معلش اصل مش عارفه ايه. احنا بصراحه وي نيفر ثوت، عمرنا ما شفنا حاجه زي كده مع بوستا. انا بشوف ان دي ميزه تقدر تخلي شركات كتير تاخد قرار فورا انها تتعامل مع بوستا، لان هم برضو الشركات دي اكيد جربت كذا شركه بتدعي او بتكليم ان هي تقدر تدفع بالرقم اللي اتحصل امبارح بكره، بس بنيجي على ارض الواقع بنكتشف انه لا. اوقات بيقولوا اصل الفلوس موجوده في الهب الفلاني، اصل موجوده النهارده الفلوس في المحافظه الفلانيه، فعلى ما تيجي احنا بصراحه الرقم اللي بشوفه على الداشبورد هو اللي بيجي لي تاني يوم الصبح. ميزه تاني في شركه بوستا ان هم فليكسبل معانا جدا. احنا مثلا ساعات بيجي علينا بيك في الشغل، فاجي ان احنا ناخر شويه، بنسلم الاوردرات مثلا 8 9 بالليل، بنتواصل مع الشركه وبيوفروا لنا عربيه. والميزه الاكبر ان الشغل ده بيخرج كله تسليم تاني يوم، فدي مش موجوده في اي شركه. معظم الشركات بيبقى اخرها الساعه 6، او لو خد الشغل بعد كده مش بيخرج تسليم تاني يوم. فدي طبعا ميزه جدا في شركه بوستا، مريحانا ومخلينا ان احنا شغالين مرتاحين. طبعا بوستا كانت شريك نجاح معايا، كانت سبب كبير جدا في ان هي تساعد ليه بان هي توصل لاهدافها وطموحاتها، بدايه من الداشبورد اللي هي بتكون واضح ليها كل حاجه كده. الابلودنج شيت نفسه مش معقد زي باقي الشركات، هو سهل جدا. في خاصيه الاي اي بيقدر ان هو يسهل عليا المكان نفسه اللي رايح للعميل. بالاضافه طبعا لموضوع الترانسفير ديلي بيدي سيوله لشركه ليب في ان هي تقدر توصل لحاجات كتير هي عايزه تحققها. ده ما كانش هيكون موجود لو ما فيش سيوله يوميه. الاندستري دي مهما اقول لك فيها تشالنجز عامله ازاي انت مش متخيله، وقد ايه بتخليكي طول الوقت اكزايتد انك تطلعي برودكتس جديده. وعشان تطلعي برودكتس جديده فانت اتليست عايزه جود باكجينج. احنا مثلا من اكتر الشركات او الاندستريز او الفيلدز اللي فيها مشكله كبيره دايما طول الوقت في الباكجز. بس النهارده نتيجه الديماند الكبير من الشركات المصريه على الشركات بتاعه الباكجينج بداوا يطلعوا حاجات فيها باكجز لطيفه، نقدر نعمل استنباط خاصه بينا، نقدر نعمل حاجات تخلينا شكلنا مميز. الترندز اللي في العالم، يعني النهارده الكوريان براندز مثلا او كوريان سكين كير برودكتس تحديدا بقى فيها طفره، فاحنا عشان نماتش الطفره دي احنا برضو هنا لازم نبقى سباقين. احنا we're trying all the time ان احنا نبقى different وproactive وبنصنع الحاجه قبل ما اي شركه تانية تصنعها، especially الافكار. فاحنا عشان نلاحق الافكار اللي بقت في العالم ده في حد ذاته تشالنج. يعني عشان نطلع كوريان برودكتس النهارده ده مش بالسهوله دي، فاتس ا تشالنج. الاندستري اللي احنا فيها دي مغريه جدا. ليه؟
عشان الانتري بارير بتاعها سهل قوي. يعني ايه انتري بارير؟ يعني حضرتك ممكن بكره الصبح تقدري تجيبي فايلز وتروحي المصنع لطيف يصنع لك البرودكتس بتاعتك، طالما مرخصه او مصرحه من وزاره الصحه هتقدري تنزلي وتحطيها كمان في الصيدليات لو عايزه. ولكن في ناس واقعه منها حاجات مهمه قوي. فانا بنصح اي حد النهارده بيفكر يفتح بزنس موديل بالشكل ده انه يبقى عارف كويس قوي راس المال اللي داخل فيه، ايه الاوبستكلز اللي ممكن يقابلها، اختلاف سعر الدولار النهارده اب اند داون، ايه اللي ممكن يقابله في التصنيع، ازاي هيعرف يقدم حاجه مختلفه عن اللي في السوق. يتحمل شركات كتير، بس في النهارده ناس بتنزل بالبرودكت متخيله ان هي هتنزل هتبيع هتكسب وخلاص. والله بقى على حسب المينتاليتي والاحلام بتاعت كل واحد. انا عايز اكسب قليل فهشتغل ببزنس موديل قليل انا وكم موظف. ده بزنس موديل موجود على فكره وممكن عادي بكره الصبح حد يقوم بيه، بس في التايمنج ده لازم تقف مع نفسك قبل ما تفكر تعمل اي كايند اوف اكسبانشن وتقول انا قدها ولا مش قدها. وانه اهم نصيحه في القصه دي ان يبقى في ظهرك مان باور محترم. الشركات هي مان باور، هي الناس. الشركات مش المكاتب والكراسي، موظفين. لازم موظفين كويسين يقوموا معاه من البدايه. احنا عندنا منتجات شعر، عندنا منتجات بشره، ديفرنت براندز. يعني احنا ما اكتفيناش ان احنا نعمل منتجات شعر زي تويست اند جو، وده النهارده بقى واحد من الماركت ليدرز. تقريبا ستات مصريه معظمها عارفه ايه تويست اند جو النهارده. واحنا علشان طبيعه شعرنا كستات مصريه طول الوقت محتاجه عنايه، سواء ست بشعرها، سواء ست محجبه، سواء واحده بتروح الجامعه. اللايف ستايل بتاعنا على طول سريع، بنتحرك كتير، مش مقيمين في البيت بشكل اطول، فده طول الوقت بيخلي شعر الست محتاج عنايه بشكل معين. قعدنا فتره طويله قوي نعمل شغل كتير وابحاث كتير عشان نقدر نطلع تويست اند جو بالجوده دي. الحمد لله النهارده اثبت فعاليته، اكتر من 1,000,000 سيده مصريه استخدمت النهارده تويست اند جو، ودي حاجه احنا فخورين بيها جدا. لما تويست اند جو بنى ثقه قويه جدا على البلاتفورمز بتاعتنا، بدات الناس تطلب مننا حاجات للبشره. الستات في مصر معظمهم بشرتها دهنيه، فبدانا بمنتجات خاصه بالبشره الدهنيه زي الغسول، زي كريم تفتيح. عملنا اول لاين سكين كير لينا اللي هو كان دير النهارده بيكفر تقريبا معظم مشاكل البشره الخاصه بالست المصريه. يعني عندنا كريم التفتيح، عندنا مرطبات، عندنا الاي كونتور، عندنا الرولون. كل المنتجات دي مطلوبه جدا للست المصريه. اكتر حاجه خلتنا ننزل بمنتجات دير ان احنا طول الوقت الست المصريه دايما بتتحرك في الشارع، تعرضها للشمس. الشمس عندنا زي ما انت عارفه حلوه جدا، بس محتاجه عنايه للبشره بشكل خاص عشان نقدر نكوب معاها ويبقى شكلنا كويس طول الوقت. المنتج الثالث اللي ظهر بعد دير على طول كان سان سكرين ميلا تايم، وده اقدر اقول لك انه عمل طفره في السوق المصري السنه اللي فاتت. باي ذا واي ليب يعني طفره، واحنا طول الوقت بنشتغل بالفكر ده، ازاي نبقى بنشتغل بجزء معين او طريقه معينه اند ذن نتنقل لمرحله ثانيه في وقت قليل. وده اللي احنا عملناه. احنا في خلال 3 سنين النهارده واخدين جزء كويس قوي من ماركت شير، موجودين في كل الصيدليات في مصر. وميلا تايم تحديدا السنه اللي فاتت عشان هو منتج للعنايه بالشمس. منتجات العنايه بالشمس عامه في مصر من منتجات اللي ليها سوق كبير. كان عندنا تويست اند جو في البدايه، بدانا نلاحظ ان ستات كتير تعاني من مشكله جفاف الشعر، فقررنا ان احنا نعمل اول لاين سبيشالايز للهير تريتمنت، انستنت تريتمنت، يعني اللي هي شامبو وليف ان وهير ماسك، استخدام يومي مصرح من وزاره الصحه وبينصح بيه اطباء الجلديه والتجميل، بس ليه شكل مختلف بيعالج من مشاكل الصبغه، مع مشاكل البروتين والكراتين اللي الستات بتستخدمها، الحاجات دي كلها. فعملنا روت تو اند، وده كان اللاين الرابع في الشركه. اي حركه النهارده محتاجه على الناحيه الثانيه منتجات تسهل لها الحركه. فاست موف واحد من البرودكتس دلوقتي اللي موجوده في شركه ليب، وده من اخر منتجات اللي احنا قدرنا نصنعها الفتره اللي فاتت. اخرنا شويه في تصنيعها بس كنا مستنيين نكتشف اكتر ست محتاجه ايه بالظبط، فقدرنا نعمل الكريم والجل مساج فورم، وكمان نزل لنا فاريشن السبراي فورم ده لتسكين الالم بشكل فوري عشان نسهل اللايف ستايل عامه للستات والرجال. مسؤوليه كبيره قوي. ليه؟ علشان ليب لما كانت في الاول 10 موظفين، لو كان في اي لحظه الموظفين دول خدوا قرار ان هم يمشوا كانوا هيبقوا 10، لكن النهارده عدد الموظفين دول معناها ان في اكتر من 150 بيت مفتوح، والبلان لاكبر من كده. يعني احنا طول الوقت بدعي ربنا ان ربنا يرزقنا بعدد اكبر من الموظفين ويرزقنا بعدد اكتر من الناس اللي نقدر بامر من ربنا طبعا نفتح لهم بيوتهم. فهي بقت مسؤوليه ان البيوت المفتوحه دي بقت في رقبتك، ما بقاش اوبشن، ما بقاش لاكجري، ما بقاش مجرد انا نازله الشغل النهارده وفرحانه ان انا باخد الكافي بتاعتي وانا نازله المكتب. لا خالص، انا في ايام هنا بنيجي بالبيجامس والتريننجز علشان المسؤوليه بس. فليب بالنسبه لي مسؤوليه.